كارتة الرز اللي احنا بنحبها ولينا معاها ذكريات كتيرة واحنا صغيرين. عندي كوبايتين رز غسلتهم، نقعتهم وغسلتهم وبعدين سبتهم من بالليل لغاية الصبح لغاية ما يشفوا كده، وبعدين هاخدهم واطحنهم في الكبة، وبعد ما اطحنهم هصفيهم علشان اطلع الشوية الخشنين دول. بعدين عندي ملح فلفل اسود، عندي كمان 7 بهارات وكزبرة ناشفة، عندي كمان نص كيلو لحمة، بصلاية متوسطة، نعناع، توم، فلفل حراق، حزمة من البقدونس. هقطع البقدونس دلوقتي، هاخد الأوراق بتاعته بس، بعدين أضيف كل ده في الكبة. هضيف كمان الرز المطحون والبهار بتاعي، واديلها كده لفة 2 3 لغاية ما احس انها نعمت معايا كويس. اديها لفتين تمام كده، وده شكلها هيبقى القوام بتاعها جامد كده، وهنحس انها بتلزق معانا. هنسيبها شوية وبعد كده هنبتدي نعمل الصلصة. عندي هنا معلقة زبدة وزيت زيتون، بعدين هنزل ببصلاية كده متوسطة برضو مقطعاها كده شرايح، وبعدين هحمرها، بعدين هنزل بالصلصة بتاعتي واسيبها عشان تتسبك. هضيف لها ملح نفس البهار بتاع الكفتة، لكن انا هنا ضفت لها مكعبين مرقة ماجي للخضار. هنا خرجت الكفتة بتاعتي من التلاجة ومعايا شوية زيت علشان همسح بيهم ايدي، وبعدين انا عايزة الشكل ده بتاع الكفتة، مش هعملها صوابع ولا اعملها كور. انا الاول هلفها كده على ايدي وبعدين ابططها واسويها وتدينا الشكل ده. كمان واحدة تانية بلفها كده واسويها وبعدين بضغط عليها فبتديني الشكل البيضاوي ده. كده خلصت كل الكمية اللي عندي. بعدين هاجي هنا بقى، الصلصة بتاعتي اتسبكت خلاص، هبتدي اقلي بقى. عندي حلقات بطاطس هقليها، بعدين احطها على مناشف علشان تشرب الزيت اللي فيها. بعد كده هبتدي اقلي الكفتة، وبعد ما اخلص قلي الكفتة في فلفل رومي كده هقطعه حلقات، وبعد كده هاخده واقليه كمان. مش هقليه انا، يعني هديله كده بس لسعة كده خفيفة في الزيت، وبعد كده هخرجه على طول، مش هخليه يتقلي. يعني انا عايزاه يبقى محتفظ بلونه الاخضر. يعني حطيته ما كملش نص دقيقة وخرجته على طول. كده انا خلصت الكفتة والبطاطس وكمان حلقات الفلفل الرومي. هبتدي بقى عندي في البايركس بتاعي، هجيبه بعدين هضيف فيه هحط في القاع بتاعه صلصة. انا بحب التكنيك ده قوي، يعني هضيف صلصة كده، وبعد كده هبتدي ارص حلقات البطاطس وحلقات والكفتة. يعني احط حلقة من البطاطس وبعدين كفتة وبالشكل ده لغاية ما اخلص الطاجن بتاعي كله. انا كده خلصت. هضيف الفلفل بتاعي كله، وبعد كده هضيف الصلصة. هو شكله حلو وريحته حلوة جدا. هضيف كمان الصلصة بتاعتي، ولو حسيت ان الصلصة قليلة ممكن نضيف كمان شوربة علشان هنرفعه على النار قبل ما نحطه تحت الشواية، علشان الكفتة بتاعتنا تتشرب من الشوربة وكمان المرقة علشان تستوي من جوه. كده تمام. انا ههز كمان الطاجن شوية كده علشان ادخل الصلصة جوه ما بين البطاطس وما بين الكفتة، وده شكله حلو قوي وريحته كمان. هاخده بقى علشان ادخله احطه على النار الاول، احطه كده تقريبا يعني ربع ساعة، وبعد كده ادخله تحت الشواية. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. كانت ريحته رهيبة جدا، ريحته لذيذة جدا. طبعا
قدمت معاه رز بالشعرية، مفيش كلام. يعني انا حبيت اعمل تغيير، يعني كلنا بنعملها صوابع وبعدين نحمرها وبعدين نحطها في الصلصة او نعملها كور، فايه المانع ان احنا نعملها بالشكل ده ونرصها في الطاجن كده ويبقى شكلها حلو قوي وشكلها مختلف ولذيذة وحلوة. انا حضرت الرز بالشعرية، رز مصري بالشعرية، وهغرف دلوقتي هتشوفوا شكلها لذيذ جدا، حلو قوي. هي شكلها ممكن يتضاف لها كمان خضار تاني، يعني مش شرط فلفل وبطاطس، ممكن نضيف حاجات تانية. ده شكل الطبق واتمنى تجربوها وتعجبكم، وبس كده.